مادة البوتوكس دي عبارة عن مادة تم استخراجها من نوع من أنواع الطحالب، وبدأوا العلماء إن هم يجمعوا المادة دي في صورة بودر. بناخد احنا كدكاترة المادة البودر دي ونبتدي إن احنا نحلها بالصلاين بتركيز معين، وبعد كده بنبتدي نحقن مادة البوتوكس في العضلة اللي موجودة. الصورة اللي بعديها هتوريكوا حاجة مهمة جدا، ان احنا بنحقن العضلة دي وبتجيب نتائج فورية. بمعنى ان طبعا ده فرق بين البوتوكس والفيلر واماكن الحقن بين الاتنين، وزي ما قلنا الاتنين متقارنين. بمعنى ان احنا عشان نحقن فيلر بنحتاج ان احنا نحقن بوتوكس، وفي الغالب او بنسبة 90% الاتنين بيتحقنوا مع بعض في كذا سيشن. دي طبعا الصورة بتوضح لنا تجاعيد الجبهة، ازاي الديناميك موفمنت او التجاعيد اللي بتظهر اثناء حركة العضلة بتبقى واضحة زي خطوط زي ما احنا شايفين كده. الصورة اللي بعديها مهمة جدا بالنسبة لنا، الكروس فيت او التجاعيد اللي بتظهر حوالين العين. زي ما احنا شايفين كده واضح جدا الفرق قبل الحقن وبعد الحقن. ازاي لما حقنا المادة دي قدرنا ان احنا نحل المشكلة.